النهارده هنخرج خروجة حلوة جدًا، هتكون في أكتوبر. خروجتنا النهارده في سيرك فانتازي. استنونا هتتفرجوا على شوية حاجات وأسرار جوه السيرك ما حدش يعرفها غيرنا. كان معكم هبة شاهين من قناة تيفي ناس لكل الناس. يا مساء السعادة والتفاؤل على مشاهدينا قناة تيفي ناس لكل الناس. النهارده معانا حلقة فريدة من نوعها. معانا بطل من نوع خاص، بطل بيتعامل مع أصعب الحيوانات المفترسة. هو بطل محمد الحلو. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا بيك. طبعا هبتدي كلامي، ازاي بتقدر تتعامل مع اصعب يعني الحيوانات المفترسه دي؟ اتعاملت معاها ازاي؟ بالتعليم وبالحب وبالمعامله الكويسه. الاسود على فكره حيوانات كويسه جدا وذكيه جدا، هي والنمور اذكياء جدا، بيفهموا بسرعه جدا. وعندهم سرعه النباهه كويسه عاليه جدا يعني. بس فبدات اتعامل معاهم من هم صغيرين، يعني اول ما بيتولدوا بيبقوا معانا لغايه سن مثلا حوالي 6 شهور، من 6 شهور لسنه بيبداوا يخشوا بقى البروفا يعني، ويتعلموا كل واحد ازاي، فين مكانه وفين بيقعد وفين الاوردر المطلوب منه ايه. لغايه ما بيبقى يكبر شويه وبيخش العرض بقى مع بقيه زمايله كده. حضرتك بدأت المجال وانت عندك كام سنه؟ 18 سنه. كان حلم بالنسبه لك من اصغر من السن؟ كان حلم بالنسبه لك حضرتك؟ امتى خفت من الحيوانات وانت يعني وانت لا لا بتدربهم خفت لا منهم؟ لا خالص، بس انا ما فيش حاجه اسمها خوف. لو خفت مش هي مش هيسمي عليا. بس هو احترام وحرص، لازم تكوني حريصه جدا في التعامل معاه، وتكوني بتحترميه عشان الاسد برضه يبادلك نفس الاحترام والحرص بينك وبينه. انا عارفه ان مسيره الحلو يعني عائله الحلو بقى لها 150 سنه، طبعا. وطبعا يعني ليها علاقه طبعا. ففي ترويض الأسود. فكنت عايزة حضرتك تكلمني عن البداية معاك ازاي، ايه اللي لفت نظرك ان انت تكمل مسيرة الحلم؟ وراثه، يبقى وراثه من الاجداد للاباء للابناء. مم. حضرتك حلمك ايه في اللي جاي انك تطوير يعني؟ السيرك المصري زمان كان من اعظم السيركات على مستوى العالم. النهارده بقى اتاخر جدا جدا، والعالم كله بره سبق المصريين بكتير بمراحل متقدمه. فنفسي يتطور ويرجع زي زمان. نفسي مش زي زمان يعني، لا، نفسي يتطور ويرجع في الترتيب زي اللي كان مترتب في الترتيب بتاع زمان. ده يعني برضو يعني حلم حضرتك برضو تطور ايه اكتر واكتر؟ لازم تطوير السيرك. احنا دلوقتي بدأنا نجيب فقرات من الخارج نستعين بيها عشان المصريين يتعلموا مم. يأدوا بعض الفقرات زي اللي بيقدموها للناس الأجانب وكده. فنفسي نتطور ونوصل للمستوى بتاعهم. انت حضرتك لما بتربي الاسود بيحسوا بيك وانت زعلان؟ يعني وانت طبعا زعلان طبعا منه، طبعا. يعني انت زعلان منه ده بيحس بيك وانت من زعلان؟ نبرة الصوت بتاعت المدرب بيحس إذا كان المدرب متعصب مش متعصب، هادي، مزاجه مبسوط. بيبان على المدرب، ادرينالين، بيشموا الريحه بتاعت المدرب، يعرفوا اذا كان هو النهارده نيرفز اوت اوف ذا مود ولا كويس، ولا الدنيا سلسه في عقاب ولا ما فيش عقاب. فالحيوانات زي ما قلت لك حيوانات اذكياء جدا، وبيتعاملوا مع المدرب بذكاء شديد يعني. انت ليه حضرتك حبيت الاسود والنمور عن اي حاجة تانية من هي الحيوانات؟ مهنه اجدادي وابائي، مم. فطلعت مرتبط بيها عشان هي مهنتي. تربية الأسود يعني تربية الأسود ولا النمور أصعب؟ إيه أنهي فيهم التربية الأصعب منهم؟ من ناحيه ايه؟ من ناحية التربية، يعني التربية في النمور ولا الأسود؟ شوفي، الاسد الذكر بيبقى كتله عضليه اقوى. النمر عنده شراسه اعلى بس اخف جسم واجبن شويه من الاسد. يعني النمر بيخاف شويه عن الاسد، لكن كتله عضليه الاسد كتلته العضليه اقوى من النمر. حضرتك في حد بيساعدك في التدريب؟ طبعا. مم. طبعا اكيد، مين هما؟ مساعدين بتوعي اه. بيجهزوا الحيوانات، بيجهزوا القفص، بيجهزوا كلنا تيم وورك واحد يعني، كلنا واحد. هل في حيوان خان وخرجته من العرض؟ خان؟ اه يعني خان التدريب بتاعك لا وخرجته من العرض؟ لا، اي حيوان بيعمل حاجه غلط في حاجه اسمها بروفا بعد العرض مباشره على طول عشان يعرف ان في عقاب.
او احنا نعرف اسباب اللي هو اللي ما نفذش التعليمات والاوردرات اللي خدها ليه. لكن مفيش حاجه اسمها خان امم الاسود انت حضرتك تقول ان الحيوان دوت يعني خلاص كده بقى سن التقاعد يقعد، بيبقى امتى بقى؟ يعني لما بيكبر ما بيبقاش قادر يؤدي الفقرات المطلوبه منه. يعني الفقرات اللي بتأدى جوه الحلبه بتاعت السيرك عباره عن فقرات رياضيه، تمرينات رياضيه، اللي هو ينط من ترابيزه لترابيزه، ان هو يقف على رجليه ويرفع ايديه لفوق. كل دي حاجات كتله عضليه بتتحرك كبيره وشد في الاعصاب بتاعت الحيوان. لما بيكبر طبعا الاعصاب بتبدا تريح شويه، فبيطلع بقى عاوز جيم ان شاء الله. حضرتك تقول ايه لو حد حابب في المجال ده ان يدخل فيه، يعني ايه اللي يعمله؟ بس هو المجال دوت، المشكله ان في ناس بدات تخش عليه كتير، بس بينقصوا من الخبره. فالخبره دي يعني انا عن نفسي بديها لاي حد محتاج الخبره، يعني بقول له معلومات صريحه بريفكت. انما في غيري ما بيبقاش عنده خبره، يعني مم. انا واخد سر المهنه من والدي. وممكن اجي لاي حد اقول له مثلا لا لازم تعمل كذا 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 عشان الاسد يعمل كذا كذا، وتخلي بالك هنا وتحركاتك هنا تبقى كذا وكذا. فللاسف في ناس بتشتغل من غير الخبره دي، وربنا يستر عليهم كلهم يعني. يا رب اللهم ان شاء امين. الله. العرض كان حلو جدا ربنا يخليك. جدا، وكان هايل، وكان كل المتدربين هايلين. حضرتك بتتأهلوا ازاي يعني اليوم اللي تطلعوا بيبقى تأهيلكم ازاي؟ الاسود ككل لا كفرقة على بعض، يعني الفرقة كلها. التيم اللي شغال كل امم واحد عارف فقرته ايه، عارف بيأدي ايه، عارف دوره ايه جوه المنيش، شكله ازاي. لان في الزبون دوت بيبقى قاطع تيكت عشان يخش يتفرج. التيكت دوت بيبقى عقد بينه وبين السيرك، ان انا قاطع التيكت ده عشان اخش استمتع. لو ما استمتعش يبقى في مشكله عندنا احنا، مش عند الزبون. فكل واحد بيأدي فقرته كويسه على اعلى مستوى، وبيعمل تدريباته عشان خاطر يحافظ على شكله قدام الجمهور. هم صراحه كلهم ملتزمين وكلهم هم كلهم كويسين. هايلين بصراحة، ربنا يخليك. وشابوه ليكوا كلكم بصراحة. شكرا، ربنا يخليك. العرض يعني الأيام دي في أكتوبر، ان هل شاء الله، في عرض في مكان تاني؟ ان شاء الله. احنا الموسم الشتوي بما هنا في نادي 6 اكتوبر. مم. الموسم الصيفي بيبقى في الساحل الشمالي ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك جدا، ربنا يخليك و... يا رب. وانا استمتعت النهارده بالعرض جدا يا استاذ محمد، ربنا ومن يخليك. نجاح لنجاح، ومن نجاح للفرقه كلها، شرفتينا وبالتوفيق لحضرتك. بشكرك جدا على ربنا استضافتك لينا. يخليك، ربنا يخليك. شرفتونا ونورتونا، واتمنى يكون ده شرف العرض لينا احنا يا عجبكم. دكتور. ربنا يخليك، اتمنى يكون تسلم. العرض عجبكم، وان شاء الله تستنوا مننا الجديد ان شاء الله ان باذن الله. شاء الله. شكرا، ربنا شكرا. يخليك. اهلا وسهلا بيكم قناه تي في ناس لكل الناس. معانا النهارده يوم مش عادي، معانا بطل من ابطال السيرك وواحد من افراد عائله الحلو. معانا كابتن محمد الحلو ومدرب الاسود. اهلا وسهلا حبيبي، بيك. اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك. الحمد لله تمام، الحمد لله يا سيدي. ايه رايك في الموقف اللي احنا فيه ده؟ انا عارف ان انت اللي تقول لي كده، انا متعود على انت اللي كده. اصريت ان احنا اللي ندخل له. بس انت اللي تقول لي رايك في الموقف ده، يعني لا، متعود بس على الموقف ده على طول. انت متعود على المواقف دي، انا لسه اول مره، بس بالنسبه لي عادي. مش خايف يعني؟ لا مش خايف. اسد. اكيد طبعا. ربنا يخليك. بالنسبه للاسود، انت اول اسد لما جيت دربته ودخلت معاه القفص كنت لوحدك صح؟ لا، كان معايا والدي طبعا. كان معاك هو كان والدك. بيعلمني في البروبوت الاول. كان اسد واحد ولا مجموعه لا، اسود؟ مجموعه. مجموعه. كان بس كان موقفك. الاول تمرين تعليم يعني مم. كتعليم. نمسك كل اسد لوحده عشان يحفظ اه. مكانه، يحفظ الاوردر المطلوب منه هيبقى ايه ساعه العرض. كل واحد ليه سيستم معين في التعليم. بعد كده بنعمل عمليه تجميع، بنجمع الحيوانات كلها مع بعض. حلو. طب انت اول موقف في اول شعور بالنسبه لك وانت داخل على رهبه مجموعه بقى. اسود؟ لا. يعني كان في، انا شفت في العرض بتاعك كان في نمر 4 نمر خمس و4 اسود، اسود، 5 اسود 5 ونمر. اسود ونمر. اه. مم. فاللي هو كان الموقف بالنسبه لك ايه وانت موجود لوحدك في وسط كل دول؟ لا عادي، لا. متعودت على كده مم. وشغل كمان اكتر. طب لو في واحد ما سمعش الكلام منك مثلا او ما نفذش التعليمات ده بتاعتك، عنده بقى ايه بروفا. اللي بيحصل فيه بقى؟ لا، بعد العرض يبقى في بروفا بقى تمرين، نعرف ايه الاسباب اللي ما خلوش ان هو يسمع الكلام ويعمل الاوردر بتاعه. بتبقى في مشاكل حصلت معاك قبل كده في عرض او كده في الاسود مثلا ما فيش لا، حد بتحصل تعليمات؟ حاجات بسيطه يعني الخبره هي اللي بتبقى ليها عامل في الموضوع دوت. إنما هي موضوع المشاكل الحمد لله ربنا ما يجيبش مشاكل، يعني الحمد لله. الحمد لله. بالنسبه كده انت عندك كم اسد تقريبا وكم نمر؟ 3 نمور 10 اصول. 10 اسود. بتعرف تتعامل معاهم كلهم؟ كل واحد ليه سيستم، كل واحد ليه نظام، وكل واحد ليه تعليم، وكل واحد ليه اوردر معين بيعمله، كل واحد ليه اسلوب في التعامل، كل واحد ليه حتى في الاكل وفي الشرب، كل واحد ليه اكله، كل واحد ليه نظام الغذائي بتاعه. بس طب بالنسبه للاكل بتاعهم، انا عارف معلومه من على النت كده ان هو ما ينفعش حد وهو بيقدم له الاكل يقف جنبيه لا او لا لا هو حاجتين المدرب ما ينفعش يتعامل فيهم مع الحيوان مع الاسف. ساعة الاكل وساعة الجماع، زوج. اه.
يعني ما ابعد حصلتش عن معاك، ابعد. يعني انت ما دخلتش في المرحله دي مع لا الاسد؟ مش أصل أنا اي شفت مش انا بس، يعني اي حد. اصل انا مش شفت مع على النت اسد، في ناس بتاكل ما الاسود بتتعاملش وبتقعد مع مع اسد ساعه الجماع وساعه اه ساعه الاكل. بتبقى صعبه. الافتراس بقى، شوف اسلوب الافتراس بتاعهم الحقيقي. اه في مواقف تانية عدت عليك طيب، او حاجات حاجه مع كتير، الاسود؟ حاجات كتير كتير. هو والاسد ده اسمه ايه؟ بيبو. بيبو. مربيه بقالك قد ايه حوالي عشان يتعود على كده ان هو يقف معانا عادي؟ بيبو متعود على التصوير على طول يعني. ده على متعود على سبيل، لان انا التصوير. ما بدخلش اي حد على اي اسد. لا يعني حاجات معينه بتبقى مخصصه بالتصوير بس. اه فاهم. بيبو ده معاك من هسألك هو انا قد بقى ايه؟ سؤال، انت ايه رايك قول. في العرض النهارده بتاع السيرك لا فانتازيا؟ العرض بصراحة كويس، أنا أقول بجد؟ للناس كلها تيجي تحضر حاجة زي دي. يعني كفاية إن هم يشوفوا إن هو يتعامل مع الأسود، وإزاي إن هو يسيطر عليهم مجموعة الأسود كلهم مرة واحدة. بس لا بص قدام اسمع الكلام وبص قدام، أنا ما بخافش بس فعامة يعني إحنا اتشرفنا إن إحنا جينا النهاردة ربنا يخليك يا وغطينا رب، ربنا وعملت يخليك. اللقاء معاك ربنا يخليك يا سيدي، مع بيبو حبيبي. حبيبي 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 نورت شرفتونا، حبيبي وان يا شاء كابتن الله محمد. يا رب يكون العرض عجبكم، وان ونتمنى شاء نشوفكم الله مرة تانية على دي ونستناكم ان شاء الله معانا في لقاءات تانية جديدة مع تي في ناس لكل الناس. شكرا.